السلام عليكم. أنا منى جسطن، كاتبة شعر بالعامية، ومقالات تنمية بشرية ورواية بالعامية. 37 سنة، من أصل تركي، أكتب من واقع الحياة. أول كتاب طبعته ملكة تحارب بنفسها. ده يعني رومانسي ومتنوع وحاجات من واقع الحياة. صرخات روح، حاجات حزينة شوية، يعني مجمعة فيه الحاجات الحزينة شوية، عشان كده مسميها صرخات روح. قمر الزمان والمكان، رومانسي، وكاتبة حاجات يعني بصيغة الراجل، يعني أنا مكانه، يعني كده. معاناة ملكة، ده من الكتب الجديدة. كاتبة فيه حاجات برضو يعني مش حزينة شوية، بس من واقع الحياة. شعري هو سلاحي، كاتبة فيه يعني هيعجبكم جدا، عشان كاتبة فيه حاجات جامدة، وخليها مفاجأة، يعني مش عايزة أقول عنها. ومن واقع حياتي، طبعا أنا بكتب كل حاجة من واقع الحياة وشوية خيال وكده. أنا بحب أكتب حاجات أو حاجات واقعية، ما بقعدش ألف يعني من دماغي كتير أو كده، علشان الحاجة تتحس. وبشكر دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، دكتور محمد وجيه، علشان بيقدر يحقق لنا أحلامنا كلنا ككتاب، وبيشجع الجميع. الثلاث الكتب التانيين: استنزاف حق الأنثى، بيتكلم عن ظلم المرأة في المجتمع. وسوفت وير تكون تنمية بشرية بالعامية، ده نصايح في الحياة بالعامية عشان توصل لكل الناس. وتالت كتاب الرواية تحدد الدنيا والحياة. هو باين من اسمها، يعني اللي هي قصة واحدة بتحدد الدنيا لوحدها، وبتعمل كل حاجة لوحدها. أهمية الكتب في الوقت الحالي؟ أهميتها اللي هي أهم حاجة اللي هي بالعامية من وجهة نظري، يعني علشان توصل لأي حد. وبكتب أنا الحاجات المختصر المفيد، يعني ما بطولش عشان الناس ما تزهقش. تنصحي بالشباب بإيه عشان يقروا، عشان يستنصفوا زي الأول؟ أنا أنصحهم بالقراية، يعني أنا أنصحهم بالقراية، ويشوفوا هم بيحبوا إيه أو بيقروا إيه، أو انتمائهم لإيه بالظبط، ويقروا عشان يعني مفيد جدا في الحياة كمان. ده النشر اللي حضرتك بتطبعي فيها أكيد فيها تنوع للكتب؟ فيها كل حاجة، في رعب، وفي كل أنواع وفانتازيا وكل حاجة، كل الأذواق الصراحة، يعني ما شاء الله الصراحة عليهم عاملين مجهود فظيع. أنا بشكر طبعا صفحة الحياة، أنا أول مرة أصلا أتكلم، ودوت يعني من ثقتي في حضرتك، يعني فشكرا لحضرتك جدا.